السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالمقادير. مقادير الوصفة اليوم اللي هي تارت الفراولة. بالنسبة للعجين بدينا بسم الله. الفرينة 250 جرام، 125 جرام زبدة، ملعقتين زيت، ملعقتين سكر ناعم، وملعقة فانيلا. بالنسبة لي استعملت السائلة، هي البودرة أفضل في هذه الوصفة. صفر بيضة وملعقة ونصف حليب. نجمعها فقط. إذا في البداية نبسس العجين مع الزبدة والسكر الناعم والفانيلا مع قرصة ملح أيضا ما نسوهاش، ثم نجمع بصفر بيضة وملعقة ونصف حليب. نجمع فقط ما نعجنوهاش. صدقوني الوصفة تجي رائعة رائعة رائعة. إذا نجمعها فقط ثم نتركها ترتاح في الثلاجة. وضعوها ترتاح في الثلاجة من حوالي 20 دقيقة إلى نصف ساعة. إذا نجمعها فقط ثم نوضعها في الثلاجة ترتاح، قلنا من 20 إلى نصف ساعة، من 20 دقيقة إلى نصف ساعة. لما ترتاح نسرحها بين ورقتي طهي أو كما تشوفوا كيس غذائي بلاستيكي. نسرحوها بسمك حوالي 5 ملم. الوصفة رائعة رائعة رائعة. جربوها، على بالي بتحبوها، أكيد راح تنجحوا فيها. تبعوا الوصفات الخطوات فقط وأكيد راح تنجحوا فيها. تجي الشيشة تذوب في الفم والبنة ما شاء الله. إذا نوضعوها في المول. ندخل الأطراف ونضغط عليهم ثم نقطع الزائد. إذا تكسرتكم مع الأطراف ولا خصكم العجين تدين الزائد وتعوضي به باش يخصك عادي. العجين هشيش جدا جدا والنتيجة ما شاء الله روعة روعة. إذا نحي الزائد، نمسك نكمل الأطراف وننزل الزائد بالسكين، نفتح بالشوكة في الوسط ونشوف منها ثقوب. نوضعها في الثلاجة أو في الفرن، عفوا نوضعها في الفرن بدرجة حرارة 160 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي. بدون ما أنا هكذا وضعتها مباشرة في الفرن بدون ما نوضع عليها ولا شيء. ثم ننتقل إلى التقديمة. خديت 3 كؤوس حليب مع 4 ملاعق نشاء مع 3 ملاعق سكر. ممكن توصلوا حتى 4 ملاعق، لكن نفضل دائما نقص السكر تاعنا. نوضعوهم على نار هادئة. بمجرد الغليان نخليها تغلي غلوة واحدة فقط، نحركوها ثم نضيف لها الفانيلا نتركها تبرد ثم نوضع لها الفانيلا وملعقتين من بودرة الشانتي. إذن والفانيلا في الأخير أفضل باش يبقى مذاق تاعها مليح. ونخلطوها بالخلاط الكهربائي ثم نوضعوها
ممكن تستعملوا لابوش دوي هذاك باش توضعوا الكريمه تاعكم. وانا مضروبه. اذا عملتها مباشره ثم زينتها بالفراوله. بالنسبه للفراوله اذا كان عندكم لا جولي توضعوها فيها، تقسموها هكذا ثم توضعوها في لا جولي وتزينوا بها، او ممكن توضعوها وتدهنوها، لكن الافضل انكم توضعوها في لا جولي وتحطوها كامل، يعني تدي اللمعه هذيك، او تحطوها كامل كيما راكم تشوفوا ثم تدهنوها بها. او تعملوا كيما انا ما كانتش عندي، عملت لها رشه سكر ناعم فقط، جات هشيشه والمذاق ولا اروع. بالنسبه كما تشوفوا عملت العجين اللي بقى لنا عملت به دي تارتولات صغار. النتيجة كانت ولا اروع. بالنسبة للتزيين اختياري، ممكن تضيفوا كما تشاءون، مهم عندكم لاباس. العجين روعة روعة روعة، والتزيين مثل ما تحبوا كما تشاءون. بالنسبة ممكن تعملوا الكريمة بالشوكولا بالكاكاو، يعني تكون ذوق شوكولاتة، وتزينوها بالموز. ممكن يعني مثل ما تشاءون. حسب ذوقكم واختياركم. لكن بالنسبة لهذا العجين جات النتيجة روعة. أنا في موسم الفراولة، ممكن تعملوها، مناسبة جدا مع الصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة. نحب نحبوا هاد الحلويات اللي فيهم كريمات وفواكه. إذا جربوها إن شاء الله تنجحوا فيها. ولا أروع ولا أسهل، النتيجة ناجحة 100%. جربوها، اتبعوا فقط الخطوات بإذن الله راح تنجحوا فيها. ما تنسوناش بتعليق بجام واشتراك إذا ما كنتوش مشتركين في القناة. إذا عندكم تعليق أو طلب، ممكن تروحوا التعليقات، تشرفونا بتعليقكم. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. إذا نشوفوا النتيجة كيفاش خرجت معنا. شوفوا بالنسبة للعجين شحال هشيشة.